السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات ازاي تخلي بيتك سمارت. النهاردة هعمل ريفيو ان شاء الله على منتج من منتجات السمارت. المنتج ده هشرحه لكم دلوقتي بالتفصيل، بس في الاول حابب اتكلم في نقطة سريعة كده. القناة بتمثل تجربتي الشخصية في مجال السمارت هوم، يعني انا اللي اشتريت القطع بنفسي وانا علمت نفسي بنفسي وعرفت ازاي اوصلها واشغلها. سواء جروب الفيسبوك او القناة هنا بنحاول نوضح فيها ازاي تقدر تعمل الحاجات دي او توصل لنفس المستوى ده بنفسك ومستوى اعلى منه كمان لو قدرت. وفي نفس الوقت جروب الفيسبوك اللي معمول فيه الناس بتعرض شغلها وربنا يرزق كل الناس. يعني بالنسبة لجروب الفيسبوك او القناة هنا، المعلومات اللي انا بقدمها بشكل مجاني لاعضاء الجروب والقناة. للأسف الكلام اللي انا بنزله ده بيزعل بعض الناس اللي شغالة في البيزنس ده، لاني بوضح فيه معلومات وطرق وتركات من غير ما تدفعوا لي ولا تدفعوا لهم اي فلوس. وبعض الناس منهم بتقول لي انت بتقدم المعلومة غلط او انت بتقول حاجة غلط. وبالنسبة لي مفيش اي مشكلة ان حد يقول لي انت عندك المعلومة غلط، ده عادي جدا، انا برحب. حتى الناس اللي بتقول لي كده في الكومنتات انا بشكرهم اول حاجة، واقول لهم يا ريت نتواصل عشان اقدر اعرف النقطة الغلط اللي عندي فين او اصحح المعلومة. المشكلة بقى ان بلاقيهم فص ملح ودابه، ولو هو عامل كومنت لغاه ومسحه وطلع يجري وهرب. انا حابب بس ابعت لهم رسالة صغيرة ان مفيش حد كبير على العلم، لا انا ولا حضراتكم، بدليل ان حضرتك بتدخل القناة علشان ممكن تلاقي فيها معلومة تضيفها المعلومات. ولو حضرتك معترض ان في عندي معلومة غلط او انا بقدمها بشكل خاطئ، انا برضو معترض ان حضرتك ما تقولش المعلومة اللي عندك وبتبخل عليا او على غيري بالمعلومة الصح اذا كانت صح. عموما انا بعتبر ان المعلومات اللي عندي دي هي امانة وبحاول اوصلها لغيري، وده كان الهدف الاساسي من القناة. وحتى لو شفتوا الفيديوهات القديمة خالص، الفيديوهات اللي بتتكلم في الصيدلة، كنت برضو شغال فيها بنفس المبدأ. واخيرا انا ممكن المعلومة اللي عندي تبقى غلط لان انا مش بقول قرآن، وبرضو في نفس الوقت ممكن المعلومة اللي عندك تبقى غلط لان حضرتك برضو مش بتقول قرآن. وبالنسبة للناس اللي معترضة على كلمة ان دي من اقوى القنوات اللي بتتكلم في السمارت هوم، اعتراضك ده على راسي مفيش مشكلة، لان اعتراضك ده لا هيزود ولا هينقص القناة. وانا كلمتي ان انا شايف ان القناه دي من اقوى القنوات اللي في السمارت هوم، دي حاجه رايي الشخصي برضو، وده ما يضركش في حاجه. بس اكتب لي في الكومنتات تحت قنوات بتناقش معلومات وبتعمل ريفيوهات في موضوع السمارت هوم زي الفيديوهات اللي انا هعرضها دلوقتي. دي كانت المقدمة، ويلا بينا بعد الفاصل نبدأ نتكلم عن المنتج ده اللي مش موجود في مصر ولا حتى في العالم العربي ولسه منزلش، لأنه فيه مميزات مش موجودة في أي حتة تانية. يلا بينا. النهاردة أنا جاي علشان أدعم شركة أصحابها مصريين وهم من بلدنا أسوان الجميلة. الناس دي شباب مصريين زينا كده مهتمين بمجال السمارت هوم، بس هم كان عندهم عزيمة وتطلع وقدروا ان هم يشوفوا ايه القطع السمارت اللي موجودة في السوق، ايه في الماركت، ويشوفوا ايه العيوب بتاعتها ويحاولوا يعملوا قطع سمارت بتتغلب على العيوب دي. وبالفعل هم تواصلوا مع مصنع في الصين وصنعوا المنتجات دي اللي هي بتتغلب على العيوب اللي موجودة في السوق. هسيب تحت اللينك بتاع الفيسبوك، صفحة الفيسبوك بتاعتهم الخاصة بيهم، علشان لو حد عايز يتواصل معاهم ويشوف المنتجات بتاعتهم. الشركة بعتت لي منتجين من المنتجات بتاعتهم اللي هي الجديدة. بصراحة انا يعني منبهر من الشغل اللي هم عملوه فيها. القطعتين دول فيهم مميزات مش موجودة في القطع اللي موجودة في السوق خالص. النهاردة هتكلم على قطعة منهم، وان شاء الله الحلقة الجاية هعمل برضو ريفيو على القطعة التانية، وانا بجد بحييهم على المجهود بتاعهم الرائع. القطعة اللي معانا النهاردة اسمها طويل شوية، اسمها رادار موشن سنسور واي فاي سمارت وول سويتش. من اسمها كده فهي فيها واي فاي سمارت وول سويتش زي بتاع السون اوف اللي انا شرحته قبل كده في الحلقه اللي فاتت، هتلاقوا الحلقه هنا. لكن هي قدرت تتغلب على مشكله كبيره وحطوا في القطعه السمارت دي رادار موشن سنسور، ودي حاجه تعتبر كده حاجه اخر عظمه. يعني ليه؟ لان الرادار ده افضل بمراحل كتير جدا من الموشن سنسور لعده مميزات طبعا هقولها في الاخر. بس خليني اقول لك ان انت بالشكل ده قدرت توفر 8 سنسور
ومن ناحية تانية عمليا هي افضل بكتير من السنسور. المميزات والعيوب: من افضل المميزات ان هو يعتبر جهازين في جهاز واحد. من في الموشن سنسور او اللي هو الرادار موشن سنسور يغنيك عن الموشن سنسور العادي، وفي نفس الوقت فيها واي فاي وول سويتش، وده بيخلي الشغل بتاعه اسرع بكتير جدا من ان انت تربط جهازين مع بعض من نفس الشركة على برنامج واحد، او حتى ان انت تربطهم بهب. تاني ميزة ان هو بيشغل على الابليكيشن بتاع الاي وي لينك، ودي ميزة جميلة جدا لان هو كده هيبقى كومباتبل ومتوافق مع اجهزة كتير جدا وتقدر تشغله بسهولة. الميزة الثالثة ان هو سعره يعتبر اوفر من ان انت تشتري جهازين اللي هو واي فاي وول سويتش مع الموشن سنسور، ده لوحده وده لوحده، ده سعره هيكون اقتصادي اكتر. الميزة الرابعة والاخيرة ان هو شغال دايما بالكهرباء، وبالتالي الرادار موشن سنسور بيكون اكتف دايما لان هو شغال بالكهرباء بشكل دايركت، وما بيدخلش خالص في حتة السليب مود، دايما بيبقى سريع جدا وبيستجيب بشكل مباشر. بالنسبة للعيوب: اول عيب هو ما يعتبرش عيب قوي، لكن انا بشوفه في القطع السمارت حاجة مش محببة، ان هو شغال بالواي فاي مش شغال بالزيجبي. وزي ما انا شرحت لكم في الحلقة دي ان عدد القطع السمارت اللي شغالة بالواي فاي مهم تبقى عارفه ومخطط له وانت بتأسس نظام السمارت هوم في بيتك. تاني عيب ان هو بيركب على العلبة الماجيك المربع، ودي ليها حلين. لو انت لسه بتأسس فانت بتبقى عامل حسابك هتجيب من القطع السمارت دي كام واحدة، وبالتالي تأسس يعني في العلب الماجيك المربعة، موجودة في مصر ولكن مش منتشرة بكثرة. الحل التاني ان انت تقدر تجيب العلب المربعة وتركبها عليها، او ان انت تقفل الجزء الفاضي. وانا هنا حاطط كده حاجة بشكل مؤقت بس علشان الشرح وعشان تجربة القطعة السمارت. هم عاملين القطعة بالشكل ده المربع، اما سألتهم قالوا لي ان هم بيخاطبوا العالم العربي كله، اغلب الدول العربية حتى والاوروبية عندهم العلب مربعة. بالنسبة لمستشعر الحركة بيوفر اوضاع مختلفة، واي حد يقدر يشوف ايه الوضع المناسب، وكمان تقدر تختار وضعين تشغلهم مع بعض. كل ده بتقدر تعمله عن طريق الابليكيشن بتاع الاي وي لينك. الوضع الاول وهو مستشعر الحركة، وده اللي انا اختبرته في الفيديو، ان الرادار بيحس باي حركة وبيشغل الحمل او النور بشكل مباشر، وده تقدر تحطه في الممرات الداخلية او الغرف او الحمام مثلا او المخزن. وده قدر يتغلب عن المشكله اللي كانت بتقابلني، ان ساعات الموشن سنسور اللي انا حاطه في الحمام بيدخل في سليب مود وما يديش الاشاره بشكل مباشر. وفي حاله لما تخلي الرادار اول ما يحس حد في المكان يشغل الحمل، في الحالة دي بس بيبقى التحكم في الحمل عن طريق الزرار التاتش مش عملي، وده بسبب ان الرادار بيبقى حساس جدا 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 لدرجة ان اي حركة بيحس بيها. في الحقيقة هي مش هتفرق كتير، لان انت تقدر تتحكم باكتر من طريقة في ازاي تقدر تفصل الكهرباء، يا اما عن طريق الوقت التايمر، يا اما لما الموشن سنسور ما يحسش باي حركة في المكان. الوضع التاني وهو وضع توفير الطاقة. الوضع ده السنسور او الرادار يعني بنستخدمه لفصل الكهرباء عن الحمل او اللمبة في حالة عدم وجود حركة في المكان. الوضع الثالث بيكون هو وضع التنبيهات، يعني انت تقدر تخلي القطعة السمارت دي تبعت لك نوتيفيكيشن على الموبايل لو حد مثلا دخل المكان اللي محطوط فيه السويتش ده وبيشتغل جهاز انذار مخفي من غير ما يفتح ولا يقفل الاضاءة او الحمل. وده ممكن يتحط في الغرف اللي محتاج تراقبها او تعرف ان حد دخلها، زي الاماكن التجارية او الاماكن المحظور دخولها في اوقات معينة. الوضع الرابع هو وضع الفصل الذاتي. تقدر تظبط السويتش عن طريق البرنامج اي وي لينك انه يفصل الكهرباء عن الحمل بعد فترة معينة، تقدر تحددها براحتك من 5 ثواني لغاية 60 ثانية. في حاجة برضو اسمها وضع التعشيق او الانترلوك مود، ان لو في سويتش منهم اشتغل بيطفي السويتش التاني، والعكس صحيح، لو السويتش التاني اشتغل بيطفي السويتش الاولاني. ومن افضل الحاجات زي ما بلغتكم ان انت تقدر تشغل اكتر من وضع مع بعض. وفي حالة الفيديو اللي انا صورته كنت مشغل الوضع الاول بتاع الرادار ووضع الفصل الذاتي. بالنسبة للقطعة لان انا بس حطيتها في الكهرباء فما رضيتش افصلها تاني وارجع احطها تاني. القطعة بالظبط زي قطع السونوف من حيث الشكل ومن حيث توصيل الكهرباء. ولو عايز تعرف بالظبط ازاي بتتركب في الكهرباء، انا شرحت في فيديو خاص بالقطع السمارت الوول سويتش بشركة سونوف،
هتلاقوا الفيديو هنا. وبكده النهارده اكون عملت مراجعه للقطع السمارت دي اللي انا شايف ان ليها مستقبل كبير جدا جدا في السوق. هم لسه ما عملوش دعايه ليها، وانا شايف ان فيها مميزات مش موجوده في اي قطعه سمارت موجوده في السوق حاليا. يا ريت يا جماعه ندعم الشركه دي، شركه نيما سمارت. وبامانه انا بنصح اي حد عايز يركب ان هو يجيب من القطعه دي يجربها، لان هي فيها مميزات مش موجوده في اي مكان تاني. اتمنى في نهايه الحلقه ان تكونوا طلعتوا بمعلومه جديده، وان شاء الله الفيديو الجاي اعمل ريفيو عن القطعه السمارت التانية بتاعت شركه نيما سمارت ان شاء الله. ونشوفكم الحلقه الجايه ومعلومه جديده ومراجعه جديده. سلام.